بص يا معلم، نعم. عايز تبقى زيي؟ لا مش هتعرف. ما كنتش عاوز اصلا. لكل مقام مقال يا اولاد. ما تغير شويه يا جيار. فين فتح معلم يظهر لنا فيديو انا مش مصدق اللي انا شفته. بتتنمروا عليا ليه؟ ده مرض. هو التنمر حاجه وحشه يعني طبعا، بس احنا هنسمعك اكيد. يا ابن المجنونه. المذيع ساب المايك وجري. انت اكيد عارف الفيديو الجاي. الاحمر جنان خالص، الاسود مش كئيب خالص. انا تعبت منك والله يا حدوته. هو مفيش غيرك بيعمل اغاني في مصر؟ انا اكتر شاعر بيعرف يعمل اغاني في مصر، احلى واحد يعرف يعمل اغاني في مصر. ده الماده الخام ليكوا حضرتك. وبعدين انت نسيت اهم اغنيه واهم واحد بيعمل اغاني دلوقتي. متغير ياما عن زمان كتير كتسان. ده جلد ذات ده جيار يعني والله العظيم. انت عارف يا جيار، انت لو ركزت في الكلمات وانت ما شاء الله شكلك شاعر يعني هتبقى في حته ثانيه. نار بتنور ما بتحرق واحنا صعايده وما بنستحمل. صدقني هي كلمه كمان واحنا اللي ما هنستحملش. بص يا جيار، هو قبل ما اكمل يعني كده انت بتقبل النقد ولا لا؟ انت عارف انا لو مسكت الواد اللي بيعمل رياكت ده اقسم لك بالله العظيم يا ابني ما تاكل ولا تشرب معاه ولا تصرف، وانت عارف بكنز بيدور عليا. انا ما كنتش عارف بكده. تعالى بس كده مع بعض كده ونتكلم. انت عارف الناس بتشوفك ازاي؟ الناس بتشوفني اكل سيف. اجري يا معلم. اكل سيف. ماشي يا معلم. طب يا جيار، انا بصراحه متحمس جدا دلوقتي ان انا اشوفك بتعمل اعلانات. بحب العيال. انت بتعمل اعلان جزيره ابستين ولا ايه؟ انا مش فاهم فيديوهاتك. انت فاهم فيديوهاتك؟ بس انا واثق مليون في المية ان كل الفيديوهات اللي انا عملتها مش هتتفهم الا بعد ما الضيار يفارق الحياة. بتقولي كده يا استاذ سمير؟ انت قاعد تمخور في قلوبنا. ترى والله كبرت الموضوع يا جيار. طب خلاص بقى نوفر فهمها دلوقتي، يعني هنتعب نفسنا ليه؟ هو مين في الساحل دلوقتي؟ سيب نفسك حبيبي. اعتقد ما فيش غير ان هو الفنان حسن هلال شنبه اللي ما طلعناش الساحل السنه دي. وانا بصراحه مكسوف اقول لك يا ام خالد بعد التغيير ده. يوم ما اجي المصيف يحصل زلزال. والله الموضوع صعب. طب ما تطمنينا على خالد بعد اذنك. القمر حته القشطه حته الزبده. هو انا بصراحه بحب في ام خالد حبها لخالد. انا بحس بسعاده كده وانا بتفرج. خالد يا واطي يا حقير يا ندل يا اللي ما بيتمرش فيه. علياء السبب عينها جابتهم الارض. طب صحيح انا ام خالد انا ما شفتش ابنك التاني. شبهي ولا مش شبه حد فينا خالص؟ انا عايزاكم تقولوا لي شبه مين. مش هشارك والله يا ام خالد معلش. عيالي خط احمر. ام خالد انا ما علقتش والله خالص. طب ام خالد في مواهبك بتاعت زمان. ده انت كنت خطيره في البطاطس المحمره. النهارده انا ما عملتش اكل ليه يا ام خالد؟ مش فاهم. عشان ماليش مزاج ان انا اعمل اكل. معلومه مهمه قوي كان المفروض انها تتوثق في فيديو فعلا. بس انت اكيد مش هتسيبنا من غير فيديو طبخ صح؟ الساعه دلوقتي 2 بالليل، نعمل ايه؟ نعمل محشي. جوع كافر معروفه. محشي الساعه 2 بالليل وانا بزيد لو اتناولت بس اطراف الحديث. طب ما تدينا نصيحه من نصايحك يا ام خالد. نصيحه اليوم يلا يا ام خالد، بس انت مش عارف نصايحها معلم. ما تتعشمش عشان قفاك ما يعلمش. قصدك ايه بقى؟ قصدك ان الجواز غلطه يعني وكده؟ جواز ايه اللي انتوا هتموتوا تتجوزوه يا بنات؟ حد يتوب يبقى حر طليق، ليه تجيبوا الهم والغم لنفسكم؟ ام خالد خلي بالك انت بتسعي في انقراضنا. محدش يطبق النصيحه دي يعني يا بنات عشان البشريه كلها ما تنقرضش. يا ترى مين بيسافر تاني دلوقتي؟ انا اشتريت كروب 75 جنيه بالظبط وجيت بيه دهب. خلاص يعني يا سوسو انت بتغيظينا ليه؟ الفندق الجديد والتكييف شغال، ربنا يرزق كل مشتاق. مشتاق انت بالصواري في العمره. بقول لك يا سوسي، ما انت مش ناوي ترجعي البيت؟ محدش يقول لي اسيب الفيو ده وارجع البيت. مش عايزه اروح مساكن المطريه. عندك حق بصراحه، بس انت مش شايفه ان انت بتعملي حركات اطفال قوي؟ انت مواليد كام بقى على الكلام ده؟ انا كنت مفكره فعلا ان انا 2005 بس طلعت ان انا 2006. هو فرق رهيب يعني بصراحه يا سوسي، يعني شغلانه. بس اهم حاجه ان انت سعيده بالسفريه. السفريه كلها محدش طايق للتاني كلمه. ده عين عليها دي ولا عين مين؟ بس انا عيني وحشه صح؟ ماشي خلاص. وحشه طبعا. حاج ايمن مساء الفل، احنا في فيديو. بس سوسي يعني بصراحه انا حاسك زعلانه حزينه في حاجه. هو انا ليه صاحبه الكل وماليش صاحب؟ ده الكلام بقى اللي بيقولوا لما اصحابي ينزلوا من غير. بالمناسبه يعني اكل البيستاشيو حلال ولا حرام؟ هو اكل البيستاشيو حرام ولا حلال؟ لا ده اكبر غلط، ده لحم يا ابني محرم. الحاج علي ابو كروان مشاكل طبعا مش مستغرب. عارف يا حاج علي، انت لو كان عندك شعر وجبته على جنب كنت تبقى شبه هتلر. على الطلاق هتلر عندي. ايه يا حاج في ايه؟ هتلر ده ساكن في الشارع اللي وراه ومتجوز ومخلف. بس انا معلمه ده واضح ان احنا قدام القص بتاع كروان. هو انت يا حاج يعني معلش يعني مبدئيا انت مستعد تعمل ايه عشان الترند؟ انا اعمل اي حاجه يا جماعه، اي حاجه. لا قول لنا بقى التفاصيل هتعمل ايه؟ حضر الضحك. طب على الطلاق انا باكل فين؟ حياتي النعمه. ارمي الضحك. ده فكرني بواحد المذيع بيقول له كلنا بناكل فول وطعميه، فقال له انا باكل جبنه رومي يا باشا. هو انا مش فاهم ايه اللي حصل في الحقبه بتاعتهم بصراحه. بس شكلك كده يا حاج علي فاهم ومدقدق. انا هسالك الاهرامات الثلاثه اسمهم ايه؟ هرفع ومركرع هرفع ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ انت شكلك واخد برد صح؟ انت لو تقول لي بتنام بايه بس بيجيب لك برد. انا لما اجي انام بنام بفلن حمالات والكلوت. يا جدعان ابوس دماغكم، الحاجات دي لو طلعت بره مصر شكلها هيبقى وحش. انا وربنا بسالك اسهل اسئله عندي. طب بص، ايه الفرق بين الفريك والرز؟ يا جماعه الفريك ليه طعم والرز ليه طعم. حضرتك بتقول ايه؟ ايه يا حاج علي يا اينشتاين جبتها ازاي دي؟ المعلومه في دماغي خلي بالك، بس مش لا اله الا الله يعني. ده العيله كلها اهو. اسمع يا معلم كده نشوف فيديو هو من نفس الفصيله اذا ما كانش اعلى يعني. انا الوحيد اللي ناجح على وجه الارض. الله يا مهرجة الله. طب ابراهيم بقول لك انا ما سالتكش السؤال ده، هو انت ليه غيرت اسمك؟ هو انت اسمك ابراهيم باشا المخاطي؟ يا عم ايه الكلام ده يا عم؟ عيب ده مهرجة دلوقتي يعني. بالمناسبه يعني اساله ليه غير اسمه. هم بيقولوا ده ابراهيم مخصي. معلش عدى ده. انت كويس يا ابراهيم؟ ايه العقل ده؟ تواكل يعني ولا ده جوع ولا مش فاهم انا؟ العمر فيه قد ايه عشان اضيع ربع ساعه ولا نص ساعه في الاكل؟ انا اكل بقره في 30 ثانيه واخلص. ماشي، ما هو اكيد مش هيعمل كده وياكل بطريقه مش تمام برضه. هيما معروف ان هو بيخاف على شكله، اكيد مش هيعمل كده. انت هترجع ستوب. انا مسحت وشي 3 مرات وانا بتفرج، بس انت كده جميل يعني. مين اجمل مني؟ شفتوا حد في جمالي قبل كده؟ لو الجمال بالشكل ده فما فيش. ابراهيم انا شفت لك فيديو بيتقال فيه كلام غريب جدا. انت عندك 3 عيال مش معترف بيهم. ايوه صحيح. ستوب يا ابراهيم، انت موافق على الكلام ده ابراهيم؟ يعني لو عندك فيا رب ما يكونوش زيك كده. انا همدك على رجلك وتقول لي ارحمني يا بيبي.
اهو انا ناقص ملل. يا جدعان هو انتوا كلكم نسخ من بعض ليه كده؟ انا ما اقدرش استحمل حلاوتكم دي اكتر من كده، كفايه كده. وما تنساش يا معلم تكتب لي في الكومنتات رايك في الحلقه، واكيد يعني تقول لي عاوز الحلقه الجايه عن ايه. وما تنسوش يعني تدعوا لاخويا احمد بالرحمه والمغفره. كان معاكم زياد شوقي وده برنامج معلمين. يلا سلام.